اسمحوا لي افكركم بوقت ما كانتش فيه الشريعه مطروحه اصلا، ومع ذلك 19/3 كلاكيت اول مره. التعديلات الدستوريه دي في منتهى السوء، هتؤدي الى تكوين دوله دينيه اسلاميه. فاحنا من دورنا وواجبنا ان احنا نطلع بكل قوه ونقول ايه؟ لا. هتروحوا النار قولوا نعم. ارجوكم تقولوا لكل اصدقائكم قرايبكم كبير وصغير بعيد وقريب، يعني ليكم قرايب في الصعيد، قولوا لهم بالتليفونات كله يخرج يوم السبت ويقول لا. مطالب واضحه ومحدده. واضح ان الشعب المصري بعد سنه ونص لسه في نفس المرحله بالظبط. قداسة البابا بالتأكيد ألمك ما ألمنا جميعا من أحداث خلال الأيام الماضية، فما هي الكلمة التي توجهها للمصريين؟ نشكر فوق الكل السيد الرئيس مبارك على تدخله في الأحداث. لقد اتصلنا بالسيد الرئيس، نشكره ونحييه ونقول له إننا كلنا معه والشعب كله معه. حفظ الله مصر وباركها. بارك الله فيك يا مروقنا. انا اسف الحقيقه احنا زودناها شويه صح؟ انا اسف. المفروض الحقيقه نوري لكم الجو الحقيقي اللي كان هناك فعلا من غير مزيكا او اي مؤثرات مننا. اللهم خذ مبارك اليك اخذ عزيز. اللهم خذ مبارك اليك اخذ عزيز. اللهم عليك به. اللهم عليك به وبنظامه. اللهم عليك به وبنظامه. اللهم عليك به وبنظامه. اللهم صمد الدماء في عروقه. اللهم صمد الدماء في عروقه. وبارنا فيه يوما اسودا. اللهم اجعله كالمجنون. يتلاعب به الصبيان والبنون. مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ الفرق الوحيد بس الحمد لله زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ان في حاجه واحده بس مش ممكن تتكرر تاني. احنا بنحبه وهندافع عنه لاخر قطره من عمرنا. احنا بكينا بعد البيان بتاعه امبارح، انا شخصيا وقفت في البيت ضربت له تعظيم سلام. لو كنت ناسي افكرك. اولا انا بحيي هذا الشباب، شباب 25 يناير ده انا بحيي، لان كنقطه فارقه بين تاريخ مصر ما قبل 25 يناير والتاريخ هيكتب كده. وانا كراجل اللي عشت في العمل السياسي يعني من سنه 63 بقول ان ايه، ان هذا الشباب الحقيقه يعني وهذه المظاهره عملت حاجه جميله جدا وحدت بين المصريين كلهم. لكن هذه لم تكن الصورة بما فيها رموز للكنيسة منذ أسبوع وهم يخاطبون الشعب على التلفزيون الحكومي المصري كما ذكرت في البداية. وأسمع بس لقطة مما قلته فضيلتكم أنت بنفسك. أيوة. على التلفزيون. لنستمع إلى اللقطة وأسمع تعليقك عليها. إن احنا كلنا بنجمع كمصريين، مش هقول أباط ومسلمين لأن دي نغمة مرفوضة، لكن بنقول المصريين كلهم خرجوا للاستقرار، خرجوا للأمان، خرجوا لمصر كلها، ان يكون الزعيم مبارك هو القائد اللي بيقود مسيره مصر لبر الامان. انا طبعا يعني ايه يعني ايه يعني يا مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باينني جعان؟ طبعا الكلام ده انا قلته ومقتنع بيه. الفلوس طلعت لمت يا جدعان، ايه ده؟ بصوا يا جماعه، انا عارف ان احنا خايفين من المستقبل، من الاستقطاب والعداوه اللي طلعت بين الناس بالطريقه الفظيعه دي، بس انا مش عايزكم تقلقوا، لسه في امل. كلنا واقفين قدام الدير وهيحصل دم النهارده هناك، فانا ببلغك لان دلوقتي هيحصل مجزره في كل حاجه وفي الشارع، وهنكسر الدنيا وهنولع فيكم وهنروح في 60 داهيه. بوس ايديكم ما تحرقوش المسرح. ليه الموضوع وصل لكده؟ معلش
هو بدأ ازاي اساسا؟ وديانة المسيحية هي الديانة الأصلية لمصر. إذا كنا قبلناكم في بيوتنا ورحبنا بيكم فعلى أساس أنتوا قرايبنا، لكن إذا كنتوا هتقلوا أدبكم علينا ارحلوا من هنا، دي بلدنا، ولو رحمنا مليون هيبقى في باقي 30 مليون. لا يا راجل، الثالث هو أول من أدخل زراعة القرع في مصر. شفتوا الموعظة الحسنة؟ شفتوا الكلمة الدقيقة الرقراقة، الأخلاق الحميدة؟ أنا مش عارف ليه بنقاوم. المفروض يا جماعة المرة الجاية بدل ما نعمل مظاهرات الحقيقة ننضم ليهم. ليه نخانقهم؟ على فكرة الموضوع مش مرعب خالص. حشودهم لطيفة جدا. Demonstranten, die mit Stöcken bewaffnet sind und die Kreuze tragen. Koptische Christen hatten protestiert, schlagen auf einen Bus ein, spielen sich schreckliche Szenen ab. Das Militär machtlos angesichts der Aggression. Soldaten werden zu Opfern, werden verprügelt, ihr Schicksal ungewiss. Ein offener Wagen fährt in den brennenden Bus. Was sich nun abspielt, ist grausam. Die Soldaten in einer Falle, keine Gnade. Ein Mann nimmt einen Stein und die Soldaten finden kein Mittel, um den Mob zu stoppen. Schlimm ergeht es denen, die in die Hände des Mobs geraten. Der Panzer wird in Brand gesteckt. Als Soldaten vorrücken, schöpfen die Eingeschlossenen Hoffnung. Sie rennen um ihr Leben und werden gefasst, geschlagen, getreten. Angeblich werden 3 Soldaten in dieser Nacht getötet. Mindestens 30 werden verletzt. سيبكم من كل ده. أهم حاجة الناس ديت مين وراهم؟ شكلهم إيه أساسا؟ Hillary Clinton! Down Hillary Clinton! Hillary Clinton to hell! Hillary Clinton to hell! She left to Coptic slaughter in Egypt! She left to Coptic slaughter in Egypt! She killed Hillary Clinton! She left Coptic to cut in Egypt! And she not so! المشكلة بقى مش المؤامرات اللي جاية من بره، المشكلة في مين اللي بينفذ أوامر الناس دي جوه. الجيش ده مش مصر. احنا جايين نرفع صوتنا اللي هو مش مصريين. لمين يا ابونا؟ نرفع صوتنا لمين؟ لكفرة المصريين. احنا بنطالب مين يجيب لنا حقنا؟ دول يجيبوا لنا حقنا؟ دول كفرة. لا دي حاجة ما تخوفش خالص. حرب أهلية؟ طب ده احنا هنطحن، ده احنا ملناش وزن، ده احنا كفرة. دول هيدوسونا بالجزم ويتفوا علينا ويحرقونا. احنا ملناش وزن في، بتضحكوا على ايه؟ احنا ملناش وزن في الشارع. احنا قد كده. انتوا شفتوا مظاهراتهم عامله ازاي؟ من ضمن اهداف فضائيه الطريق هو اعاده تمصير مصر مره اخرى. مصر تبقى ايه؟ مسيحيه. وديانة المسيحية هي الديانة الأصلية لمصر. أول بيان رسمي من رئيس الدولة القبطية. مصر مسيحية. تم الإعلان عن الدولة القبطية بعد عدة سنوات من التحضير. أنا فرحان. مصر دولة مسيحية ستظل إلى آخر نفس إنها دولة قبطية أرثوذكسية. اشكرني يا انشراح. بس انا عايز اقول حاجه في الاخر. مش احنا اللي قلبناها احنا وهم، مش احنا اللي قلبنا خصام سياسي لجنه ونار، لان في ناس تانية قلبتها مسلمين وكفار. عايز اقول للي فاكر انه عايش في البلد لوحده فوق، للي فاكر ان الموضوع بالعدد فوق عشان كان غيرك اشطر. فوق.